سمعتوا قبل كده عن الانر تشايلد او الطفل الداخلي اللي جوانا؟ لو سمعت قبل كده ممكن تسكيب الفيديو عادي. لو اول مره يبقى تابع الفيديو واقرا اكتر عن الانر تشايلد عشان تقدر تتواصل معاه. اغلبنا بيبقى متعصب قوي وعنده مشاكل لو شاف موقف او سمع كلمه او شاف شخص بيتضايق منه، وده بسبب ان الانر تشايلد بتاعك هيأ لك حاجات في عقلك اللاواعي وعقلك الواعي صدقها، او حصل لك صدمات كتير او مواقف كتير وخلاص اتثبتت. فلما الموقف ده يعدي او لما الكلمه دي تسمعها بتفتكر نفسك وانت طفل ورد فعلك بيبقى كأنه طفل. ده مش انت، بيبقى الانر تشايلد بتاعك. مثال بسيط عشان تقدروا تفهموا انا اقصد ايه. الناس العصبيه عصبيتهم دي مش جايه من فراغ، جايه بسبب ان الانر تشايلد بتاعهم مش على تواصل كويس قوي مع الوعي او سنهم دلوقتي. خليني اقول لكم امثله برضو عشان الموضوع يبقى واصل قوي او تفهموا انا اقصد ايه. الاب والام اللي اول ما بيسمعوا عيالهم بيقولوا كلمه لا بيتنططوا ويتعفرطوا، وازاي تقولي لا وازاي تقولي لا، مع ان الطفل عادي ممكن يقول لا في بعض الاوقات. وده بسبب ان البيرنت ده والاب والام وهو صغير كان بيتقال له لا لا كتير، فالانر تشايلد عنده اول ما بيسمع كلمه لا بيتعصب وبيتضايق. ده اول مثال. تاني مثال الغيره، ان الانر تشايلد بيحس بالغيره وهو مش حاسس. هتلاقي اب او ام مثلا يجي يكلم عياله ده انا وانا قدك عمري ما عملت كده، ده انا وانا قدك مامتي ما كانتش ده انا كانش معايا تليفون وانا قدك، ده كانش عندي بلاي ستيشن. بيبتدي اللي بيتكلم مش شخص بالغ ولا تصرفات شخص بالغ، وده الانر تشايلد جوه الاب والام بتاع الغيره، او في الوقت ده الحرمان اللي ما قدرش يطلعه وهو صغير هيطلعه على الطفل ابنه، مع ان هو اللي جايب له التليفون، مع ان هو اللي جايب له البلاي ستيشن، مع ان هو اللي جايب له كل حاجه. لكن الانر تشايلد اللي عنده حرمان من الحاجه دي بيبدا يتصرف وبيبدا يغضب وبيقول الكلام اللي ملوش اي 30 لازمه. ده السيناريو الاخير الاب والام اللي اول ما الطفل يجي لهم مثلا انجري تانترم او نوبه غضب في السوبر ماركت او في الشارع، يبتدي الطفل يتضايق ويتمرمغ على الارض ويزعل، ودي بتبقى نوبه غضب عاليه جدا. بيبقى الطفل وصل لمرحله من الغضب مش قادر يعبر فيها، وقله التواصل بتاعته بتخليه يتصرف التصرف ده. يجي الاب او الام مش عايزين يعرفوا اصلا الولد او البنت مالهم، هم بيقولوا لهم كل الكلمه قوم عشان الناس بصلنا، قوم عشان احنا بره قدام الناس، قوم الناس بتتفرج علينا، قوم 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 عشان الناس. وفي الحاله ديت للاسف الانر تشايلد بتاع الاب او الام كان عنده حاجه اسمها الشيمينج او الاحراج. دايما كان بيتقال له وهو صغير البس حلو عشان الناس تشوفك حلو، اقعد مؤدب عشان الناس تقول عليك مؤدب، مش عارف ايه عشان الناس تقول. فالاب والام هم صغيرين كان بيتقال لهم كده دايما، فبقى عندهم نظرة الناس اهم حاجة، اهم من انا اعرف اصلا ابني متضايق ليه او تصرف التصرف ده ليه، انا مهتم الناس بصلنا. فارجوكم خليكم على تواصل مع الانر تشايلد وحاولوا تبداوا رحلة الوعي والتشافي مع نفسكم عشان تحسوا ان انتوا عندكم انر بيس وتتواصلوا مع الاطفال وما تنقلهمش اي حاجة تأثر على الانر تشايلد بتاعتهم لما يكبروا. اقروا عن الطفل الداخلي وحاولوا تتواصلوا وتوصلوا رحلة التشافي. باي باي. تبداوا رحله الوعي والتشافي مع نفسكم عشان تحسوا ان انتوا عندكم انر بيس وتتواصلوا مع الاطفال وما تنقلهمش اي حاجه تاثر على الانر تشايلد بتاعتهم لما يكبروا. اقروا عن الطفل الداخلي وحاولوا تتواصلوا وتوصلوا رحله التشافي. باي باي.